قناة صوت السودان. وكانت الصوت بليغة جدا. قطع في الفخذ، قطع كبير جدا. و وضرب في القفص الصدري، وكسر في السلسلة الفقرية في الأعلى وفي الوسط، وإصابة في العين الشمال، وبرايش الرئيس خرج بالغرب من الأذن الشمال. تقديرات الكادر الطبي في الساحة بأنه نسبة نجاة حميدتي من الموت أقل من 10% أو أقل من ذلك، كما قال الأطباء. يعني هنا طمن على الحميدتي من مستشفى الساحل الشرقي إنه يجرت له عملية جراحية. وجدت له عملية جراحية، وحدث له يعني حدث له شلل رباعي، لأن هنالك قطع في الدخاع الشوكي وكسر في السلسلة الفقرية. وتم يعني تم قطع الرئتين، وأصيبت الرئتين، وتم إدخال أنبوب الدرين لخروج الدماء من القفص الصدري، لأنه يعني أصيب شلياكين، يعني لا يستطيع أن يتنفس. وأصيبت العين إصابة بليغة جدا، ويعني أزيلت موضعها، وخرج الريش بالغلب من الأذن. دان حميدتي بعد دخول مستشفى شرق النيل شكله كان كالآتي: تكرر، والحياة شلل رباعي، لأن في قطع في النخاع الشوكي، وكسر في السلسلة الفقرية أيضا بسبب القطع في النخاع الشوكي. إصابة في الرئتين، فقد إحدى عينيه والعين الشمال، وتم قطع الرجل اليمين، وكان بيتنفس بجهاز التنفس الصناعي، وكان في حالة غيبوبة تامة.